السلام عليكم. التزوير التاريخي لقضية الحسين سلام الله عليه بين الأمس واليوم. أنتم لا تتخيلون أنه من طلع الحسين، هسه عندنا روايتين بين 72 واحد وياه، وكو رواية مروية عن الإمام الباقر يقول 150 شخص فقط. مو فقط الجبن هو اللي خلى الناس تعتقد أنه لا خلينا نجي للطمأنينة وللراحة وشلنا بهالدوخة حكام بيناتهم وهم يديرون نفسهم، ولا الطمع. هاي طبعا أكيد أسباب رئيسية، لكن فشيء كبير هو تشويه صورة الحسين وتزوير تاريخي من وعاظ السلاطين في عهد الدولة الأموية. الكثير من ذول وعاظ السلاطين بينوا للناس أنه الحسين طالع على الإمام زمانه، بحيث ما قالوا حديث كان معاوية يشتريهم كل واحد له سعر 1000 2000 درهم 1000 دينار 10000. وهذا اللي قال له أنا ديني عليه ثقيل، قال له إيه دفع له 40,000 دينار وباع دينه ب 40,000 دينار حتى يزور التاريخ. طلعوا حديث مثلا من أراد أن يفرق أمر هذه الأمة فاقتلوه بالسيف كان من يكون، حتى لو كان هو. لذلك عندهم حديث أن الحسين قتل بسيف جده، والناس شلون تصدق لأنه الشعب هسه احنا نشوفها، شوف أهل الحق مكروهين، الناس اللي تقاتل وتجاهد مكروهين، لا ذول ذيول وذول عملاء وذول ويظل في جهة الكيان. هسه نجيه، فكيف في عهد الإمام الحسين بحيث الإمام علي بعظمته، الإمام علي العظيم سلام الله عليه، علي بعد خير البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، من استشهد في الكوفة في محرابه بالكوفة، استشهد أثناء الصلاة. ما همهم أو كان يصلي علي، ليش علي كان يصلي؟ الشام يقول ما متخيلين علي يصلي أصلا، كانوا يعتقدون أهل بيت الرسول صلى الله عليه وآله، فهمهم معاوية أهل بيت الرسول، احنا كنا عبد مناف، نرجع لعائلة واحدة واني ولي الأمر واني ادخلكم الجنة واطلعكم من النار. فهم صدقين، لأن الشعب بي جهل وبي تجهيل. أنا حقيقة ما كنت أتصور لهالدرجة الشعب جاهل، إلا أن عشت الوضع الحالي وشفت الناس شلون ملتبسة عليها الأمور. هذا التواصل الاجتماعي ايش قد يكذب عن الناس، وايش قد يطلعون الناس يحجون باسم الوطنية وباسم الدين وباسم الشرف والنزاهة، وذن المعاني كلها مو يمهم، ما لهم علاقة أصلا. بل اللي صار حاليا يعني أنا قلت في مؤتمر كبير الشغل اللي صار على شيطنة الجمهورية الإسلامية في إيران، صار 46 سنة يشيطنوها، وذيول وفرس ومجوس وأعداء العرب، وخلوا بحيث البوصلة. شوف الشغل شلون يصير، بوصلة العداء. احنا إسلاميا ربع القرآن هو في ذنب بني إسرائيل، ربع القرآن الكريم، ودائما كل الأحاديث كل التاريخ مالتنا على مدار تاريخنا احنا عندنا عداء تاريخي. هسه حتى القومية العرب عندكم عداء تاريخي مع بني إسرائيل. زين انتم غيرتوا البوصلة، العداء شوف التزوير، لأن شعب جاهل اجا صار العداء مالكم إيران، العداء يم إيران وذول يشيطون بها. لكن خلال 12 يوم الحرب غيرت البوصلة جدا، غيرت البوصلة ان صار فد حدث إضاءة كبيرة، فد سبوت عظيم بين لكم ذول الناس عمي جاي فرس مجوسي يحاربون على قضية عربية إسلامية، وانتم اللي هي المفروض احنا كنا إسلام، قضية سنية المفروض بالأساس، يجون الشيعة اتباع علي سلام الله عليه يحاربون عليها، لأن ما عندنا احنا شيعي وسني، احنا إسلام واحد، اللي عندنا مقاوم وعندنا مطبع، انت تختار وين تكون. ايش قد حاولوا يشوهون الصورة، وايش قد مسرحية وهذا كذب لا، الصورة وضحت جدا. يعني أنا من الناس، هذا التزوير التاريخي، عندي صديق من أخواننا أهل السنة والجماعة، صديق من الإعدادية وطبيب هو في دولة أوروبية، بهاي الفترة أعلن تشيعه، قال لا كافي، الوضع صار واضح، طريق الحسين وطريق علي وطريق المطبعين، فإحنا بهذا التزوير لا تظلون تستسلمون، وإحنا هاي مشكلتنا، نظل نستسلم ونظل بس ندافع. لا، أنت تعال اثبت لي الوجود. أنا حاليا رافع راية الإسلام، رافع راية الحسين اللي هي الحصن الأخير للمسلمين، اللي هي صارت المقاومة، وطينا خيرة علمائنا وخيرة شهدائنا وخيرة قادتنا بهذا الطريق، ومسكنا الدنيا كلها متكالبة علينا، كل الدين الغرب كله متكالب علينا، واحنا ظلينا صامدين. ليش بس احنا ظلينا صامدين؟ لأن احنا عندنا راية الحسين، لا أعطيكم بيدي أطاع الذليل ولا أفر فرار العبيد. هذا المفهوم، هذا الكبر لقضية الحسين العظيمة احنا لزمناها، فتنا بالطريق الصح.
لأنه أنت ما دام جاي على البوصلة الصحيحة ما راح يهمك لو الدنيا كلها تصير ضدك. فعلا احنا طبقنا هيهات من الذلة لأن فتنا بالطريق الصحيح. فحارب التزوير، وعلى رأي السيد القائد أنه المحاربة والمقاومة بالسوشيال ميديا وبالإعلام لا تقل أهمية عن المحاربة في جبهات القتال، لأنه ممكن اللي هي يسموها الأمريكان الحرب الناعمة. حاليا كلها حرب ناعمة على الشباب، خلي يصير تركيزنا عليهم ويظل قضيتنا الحسين الحقيقي المقاوم الذي لا يرضخ لكل عدوان وظلم. تحياتي.